ونذهب للحديث عن ملف آخر، ملف المنتخب الوطني الجزائري وبعض الأسماء المنتظرة من أجل تدعيم المنتخب في شهر مارس المقبل قبل كأس العالم. الكثير من الأسماء التي يتم تداولها في العديد من المواقع ووسائل الإعلام والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تقريبا 5 أو 6 أسماء يتم تداولها على أنها ستكون حاضرة في تربص شهر مارس، وهذا الأمر بعيد عن المنطق ولا أساس له من الصحة. الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يريد أسماء جديدة بعد كأس إفريقيا، يريد ضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، يريد تجريب لاعبين جدد في تربص شهر مارس، ولكن لا يريد أن يتجاوز عدد اللاعبين الجدد 3 لاعبين. الجميع يعرف عقلية بيتكوفيتش ومدى إصراره على الحفاظ على نفس المجموعة وعدم زعزعة استقرار المجموعة، لذلك لن تتجاوز أو لن يتجاوز عدد الأسماء الجديدة إن كانت شهر مارس 3 أسماء. ثانيا، تم تداول العديد من الأسماء الفرنكو جزائرية في العديد من المواقع أيضا ووسائل التواصل الاجتماعي. الكثيرون أكدوا أن الاتحادية تتفاوض مع العديد من اللاعبين من أجل تجنيسهم للمجيء للمنتخب الوطني الجزائري والمشاركة في كأس العالم، وهذا أيضا كلام بعيد عن الصحة تماما. اليوم أؤكد لكم أن الاتحادية تتحدث وتتواصل حاليا مع اسمين فقط، اسمان لا ثالث لهما. الاسم الأول هو إيثان مبابي شقيق كيليان مبابي جناح نادي ليل الأيمن، والاسم الثاني هو إلياس زيدان شقيق الحارس لوكا زيدان وابن الأسطورة زين الدين زيدان. باستثناء هذين اللاعبين لا وجود لأي لاعب آخر تتفاوض الاتحادية معه من أجل جلبه إلى المنتخب الوطني الجزائري. أنا شاهدت شخصيا الكثير من الأسماء واستغربت من أين يحصل هؤلاء على مثل هذه المعلومات، هذه المعلومات التي من شأنها ربما أن تضر بالمنتخب وباستقرار المنتخب، ونحن على بعد أشهر قليلة فقط من انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. قاسي السعيد، ما رأيك أولا في هذا الكلام الكثير واللغط الذي يدار حول المنتخب الوطني الجزائري، وثانيا ما رأيك في الاسمين اللذين ذكرتهما قبل قليل واللذين تتفاوض معهما الاتحادية بغية تقمصهما ألوان المنتخب الوطني الجزائري؟ حقيقة عدة أسماء خرجت في التواصل الاجتماعي، ولكن ماهوش رسميا. يبقى دائما انايا مع طريقه العمل تاع الاتحاديه. ما نتكلمش الى على ايتان مبابي وزيدان، نتكلم كاين لاعبين اخرين شبان انا ماذا بيا يغيروا الجنسيه الرياضيه. هذا ما يعنيش لما يسقي المنتخب الوطني راح يمشيوا ويشاركوا في كاس العالم. صحيح، تقدر تستعملهم غير كاس العالم. صحيح. اذا كانوا شبان وعندهم امكانيات كبيره نفضل نغير لهم الجنسيه الرياضيه تاعهم. اما بالنسبه لايتان مبابي اللي هو سان جوار كونفيرمي، راهو يلعب في ليل في الدرجه الاولى. اذا كان الناخب الوطني يشوف فيه باللي قادر يعطي حاجه زايده للنادي الفريق تاعنا مرحبا به. حتى لوكا زيدان الياس زيدان هو كان شاب تاع لاعب تاع مستقبل. اذا استطعنا حب يغير الجنسيه الرياضيه تاعو نقول باللي في المستقبل راح نحتاجوه. صح. وهب، أنا صراحة اليوم الناخب الوطني لما تشوف طريقة عمل تاعو دائما يعتمد على الاستقرار. أنا نظن ما عادش يغير. لماذا؟ على بعد أشهر كما يقولوا قليلة اليوم نكونوا في منافسة عالمية. اليوم ربما اللاعبين اللي تكلمت عليهم إيتيان مبابي وإلياس زيدان حتى ولو يكونوا في المنتخب ما نظنش يكونوا في المنافسه العالميه هذه كاس العالم. لماذا؟ كاين بعض اللاعبين ربما لو تكلم على ايتيان مبابي كان في بعض المناصب كان احسن اليوم في الوقت الحالي في المنتخب الوطني وفي المحور الدفاع. اليوم احنا نتكلم على الياس زيدان، احنا اليوم عندنا في الدفاع عندنا شرقي، عندنا بالعيد، عندنا بن سبعيني، عندنا لاعبين مميزين. اليوم ربما لو يكون الياس زيدان ما يكونش اساسي في هذا المنتخب. يا وهب، لعلمك ضربات استباقيه. ماذا يعني هذا الكلام؟ ضربات استباقيه من أجل المستقبل مثل ما قال صحيح قاسي السعيد. حتى نوضح للمشاهد بعض الأمور.
التفاوض مع أسماء من أجل تجنيسها ومن أجل تغيير جنسيتها الرياضية للقدوم إلى المنتخب الوطني الجزائري لا يعني بالضرورة أنها ستأتي إلى المنتخب، ولا يعني بالضرورة إن أتت أنها ستلعب كأساسية، لأن المسؤول الأول والأخير عن استدعاء اللاعبين هو المدرب. الاتحادية دورها الضربات الاستباقية. أنا لما أقوم بتغيير جنسية إبراهيم مازا وهو يلعب في الدرجة الثانية الألمانية، ونحن كنا نملك أسماء أحسن منه في ذلك الوقت مع المنتخب الوطني الجزائري، هذا يدعى ضربة استباقية. الآن إبراهيم مازا يلعب أساسيا في نادي باير ليفركوزن. تخيلوا معي فرضا لو أن الاتحادية لم تتحرك نحو إبراهيم مازا، وإبراهيم مازا أصبح إبراهيم مازا الذي هو عليه الآن، يتألق ويلعب أساسيا مع نادي باير ليفركوزن. هل ستكون مهمة تغيير جنسيته الرياضية سهلة أمام الاتحادية؟ طبعا لا، صعب جدا أن تظفر بموهبة بمستوى إبراهيم مازا الآن حاليا. لذلك الاتحادية تقوم بضربات استباقية، وأؤكد لكم أن الاتحادية تراقب العديد من المواهب ذات الأصول الجزائرية في الوقت الراهن في الكثير من البطولات، مثلا دي توربات الذي كثر عنه الحديث في مواقع التواصل، لاعب مهاري جناح أيسر، واحد من المواهب الذين تتابعهم الاتحادية الجزائرية. متابعة اللاعبين لا تعني بالضرورة التقرب منهم وتغيير جنسيتهم الرياضية، لأن هناك معايير تضعها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، طبعا بالتعاون مع المدرب والطاقم الفني من أجل اختيار اللاعبين الذين من الممكن أن يقع من الممكن أن يتم تغيير جنسيتهم الرياضية مستقبلا. وهاب هناك لاعب آخر أيضا كثر الحديث عنه مؤخرا، وهو خليص مراح، موهبة جديدة في صفوف نادي ليون الفرنسي. اللاعب يتألق في وسط الميدان، من كل لمسة ترى فيه نجما مستقبليا. الكثيرون يسألون ويتساءلون لماذا لم تتحدث الاتحادية مع خليص مراح، لماذا لم تجلب الاتحادية خليص مراح إلى المنتخب الوطني الجزائري؟ بعضهم يقول الاتحادية عليها أن تجلب خليص مراح، فهو أحسن بكثير من الأسماء التي يتم الحديث عنها حاليا، وهذا الكلام بعيد جدا عن الواقع. الواقع يقول أن الاتحادية الجزائرية تقربت من خليص مراح قبل كأس إفريقيا، تواصلت مع والد اللاعب. إجابة والد اللاعب كانت كالآتي: ابني الآن مركز مع نادي ليون، خصوصا بعد ظفره بأول عقد احترافي في مسيرته، هدفه أن ينهي الموسم بطريقة جيدة، بعدها يهدف إلى الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الذي يعد حلما من أحلامه، بعدها سيفصل في مشواره ومستقبله الدولي. وهذه أسطوانة تعودنا على سماعها كثيرا في السنوات القليلة الماضية. هذا يعني أن خليص مراح لم يفتح الباب أمام المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك لم يغلق الباب. هذا كل شيء فيما يخص هوية الأسماء التي يتم تداولها حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري.